هذه المدن التي تراها هي المدن التي سكنها عمالقة الأرض أحفاد قوم عاد، فأصبحت قبورهم. إنهم القوم الذي نحتوا الجبال نحتا فلم يبنوا منازلهم، فمن أحجامهم المرعبة والضخمة نحتوا الجبال واتخذوها منازلا لهم. وما تراه الآن هي المدن التي تبقت من منازلهم بعد آلاف وآلاف السنين، بعد أن اغتروا في أنفسهم وفي قوتهم التي لم يشهدها بشر بعدهم، فكفروا بالله تعالى وتحدوا رسوله. وهنا أصبحت منازلهم من الجبال المرعبة الشاهقة والتي اعتقدوا أنها ستحميهم من أي شيء، أصبحت قبورهم. حينما أتاهم الله الصيحة الكبرى وظلت منازلهم باقية شاهدة عليهم وعلى قصتهم لوقتنا هذا. إنها قصة قوم ثمود، قصة نبي الله الصالح سيدنا صالح. أصل قوم ثمود بعد طوفان سيدنا نوح العظيم والذي أهلك قومه وهرب نوح من العذاب بسفينته، ظهر قوم عاد وكان نبيهم هو النبي هود عليه السلام. حاول أن يهديهم لرشدهم حينما كفروا بالله ورسوله، ولكنهم أبوا وتحدوه فأرسل عليهم ريحا قوية في 7 ليال و8 أيام فأهلكتهم عن بكرة أبيهم. وبعد سنوات طويلة يظهر أقوام عمالقة من أحفاد قوم عاد، كفروا بالله ونشروا الفساد والكفر والطغيان في الأرض، قوم ثمود. وسميوا بثمود نسبة إلى جدهم ثمود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح، وهم ثاني عمالقة في الأرض بعد قوم عاد. كانت أجسادهم عظيمة بأحجام مرعبة جعلتهم أقوى أقوياء الأرض، فكانوا ينحتون الجبال لبناء منازلهم ومعابدهم وأصنامهم وقصورهم. كانت منازل بحجم جبال مرعبة ظنوا أنها قادرة على حمايتهم من